لا هي بو هي ها هي الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. معشر الضباط، يطيب لنا أن نتقدم إليكم بأحر التهاني على تخرجكم من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية والأمنية والترابية، ويسعدنا أن نستقبلكم اليوم بأداء القسم أمام جلالتنا بصفتنا القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، وإننا نعتز بما وفرناه لكل مكونات قواتنا العسكرية والأمنية من أحدث الوسائل والإمكانات والتكوين العصري والتأهيل المستمر ومواصلة العناية بالأوضاع الاجتماعية لأفرادها. وقد قررنا أن نطلق على فوجكم اسم العيون، عاصمة الأقاليم الجنوبية للمملكة، والتي أمنا على جعلها قربا اقتصاديا وتنمويا مندلج. فكونوا رعاكم الله في مستوى ما يرمز إليه هذا الاسم من قيم التضحية والولاء والغيرة الوطنية الصادقة والالتزام بمقدسات الأمة في وفاء دائم لشعاركم الخالد: الله، الوطن، الملك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نجوم القسم. أقسم بالله العظيم أن أخلص لله ولملكي وأن أتفانى في خدمة وطني ودفع كل خطر يهدده وأن أنفذ أوامره قائد الأعلى صاحب الجلالة. أدى الضباط الجدد خريج المدارس العسكرية وشبه العسكرية القسم بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، في حفل أداء القسم في غمرة الاحتفالات بعيد العرش المجيد في ذكراه 27. مناسبة تعكس كل سنة الرابط المتين والعروة الوثقى التي تجمع العرش بالشعب. وقد تفضل جلالة الملك فأطلق على الفوج الجديد اسم العيون، عاصمة الأقاليم الجنوبية للمملكة. مراسم أداء القسم أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، يحمل دلالة فارقة في حياة كل ضابط وضابطة
إنها اللحظة الأكثر رمزية والأشد هيبة في مشوارهم الدراسي والمهني. الآن تصدح حناجرهم بالقسم ملتزمين بالوفاء والإخلاص للوطن وللعرش العلوي المجيد، في مشهد مهيب يوافق عيدا راسخا في وجدان الشعب المغربي، مسلحين بالإيمان الثابت وبالعلم الحديث والانضباط العالي، وعلى استعداد للتضحية بالغالي والنفيس في سبيل إعلاء راية الوطن خفاقة بين الأمم. لحظة تجليهاته تختزل قيم الوطنية الحقة ومشاعر الوفاء للوطن، ونقطة تحول وجداني وفكري فيه تلتقي الأمانة التاريخية بروح التحديث والمستقبل. إن الوقوف في حضرة جلالة الملك وترديد عبارات الوفاء للمقدسات الثابتة يشكلان بوصلة أخلاقية وعسكرية لا تحيد، تجعل من الحفاظ على القيم النبيلة ومن التضحية في سبيل حوزة الوطن وكرامته أسمى الغايات، وهو إعلان عن مواصلة مسيرة هذه المؤسسة الوطنية العتيدة بكل فخر واعتزاز بما تقوم به من أعمال جليلة وتضحيات جسيمة، ليبقى بلدنا آمنا محافظا على وحدته الترابية. وراء توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وعبر مشوارها الطويل، حققت القوات المسلحة الملكية الكثير من المكاسب، وما زالت تواصل العمل من أجل ارتقائها وتطوير إمكانياتها البشرية والآلية، لتواكب باستمرار التغيرات العميقة التي يعرفها العالم. فمنذ تأسيسها طلعت القوات المسلحة الملكية بدور فعال ومحوري في تأمين وحماية حدودنا البرية والبحرية والجوية، وانخرطت بتعليمات من جلالة الملك في المساهمة في عمليات الإنقاذ والإغاثة وتقديم الإسعافات والمساعدات للسكان المتضررين. وعقب أداء القسم يقوم صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، بتحية أعلام القوات المسلحة الملكية، قبل أن يستعرض جلالته مختلف أفواج الضباط الذين أدوا القسم. وينتمي الضباط المشاركون في مراسم أداء القسم هذه السنة إلى الأفواج المتخرجة سنة 2026 التابعين للمدارس العسكرية: الأكاديمية الملكية العسكرية، المدرسة الملكية الجوية، المدرسة الملكية البحرية، والمدرسة الملكية للخدمات الطبية العسكرية، والمدارس والمعاهد شبه العسكرية: المعهد الملكي للإدارة الترابية، المعهد الملكي للشرطة، المدرسة الوطنية للوقاية المدنية، المدرسة المحمدية للمهندسين، المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين، مدرسة التكوين الجمركي، وأكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني، وينضاف إلى ذلك خريجو السلك الخاص. وبهذه المناسبة يتفضل صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بمنح الرتب للضباط الذين تمت ترقيتهم برسم سنة 2026. وتجسد هذه البادرة الملكية العناية السامية لصاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية الاهتمام الخاص الذي ما فتئ جلالته يحيط به أسرة القوات المسلحة الملكية. وكان صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية قد استقبل قبل ذلك بالقصر الملكي بتطوان لجنة الترقية. وكان صاحب الجلالة قد أقر على جدول الترقية المتعلق بأفراد القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والحرس الملكي والقوات المساعدة، وأعطى تعليماته السامية بإبلاغ تهاني جلالته إلى الذين تمت ترقيتهم، وحث كافة أفراد القوات المسلحة الملكية على الاستمرار في التفاني في إنجاز مهمتهم النبيلة
وفاء منهم للشعار الخالد: الله الوطن الملك. الالتزام الوثيق بروح المسؤولية والجدية جعل من قواتنا المسلحة الملكية مثالا يحتذى به في الإخلاص والعطاء، ويبقى العنصر البشري هو قطب الرحى، فالتركيز منصب على جودة التكوين من أجل أن تبقى القوات المسلحة الملكية محافظة على قيمها الأصيلة وتقاليدها العريقة، قادرة على تأدية مهامها النبيلة في أحسن الظروف، معتمدة في ذلك على أفواج من الإطارات الوطنية والكفاءات العسكرية من ضباط وضباط صف وجنود، مؤهلين لأداء مسؤولياتهم بمهارة واقتدار. فحرص جلالة الملك مستمر لتطوير قدرات القوات المسلحة الملكية بمختلف مكوناتها وتمكينها من كل الوسائل التقنية الحديثة والتجهيزات الضرورية، مع وضع خطط مندمجة تكفل الجاهزية العملياتية الدائمة وتعزيز قدراتها الدفاعية